وانت بتعمل دايت في طريقه مؤثره جدا هتفرق معاك وهتلاقي نتائج مختلفه، وهتلاقي ان الدايت تاثيره تضاعف ببساطه. ان انت تقيس وزنك كل يوم، ان انت تقيس الكالوريز كل يوم، ان انت تقيس طريقه افكتيف جدا بيها هتلاقي تاثير الدايت مختلف جدا. في البيزنس عشان نعلي الافشنسي بتاعت كل بروسيس محتاجين نكون بنقيس كل بروسيس احنا بنعملها. فصمود البيزنس مرتبط بالقياس، مرتبط انت بتقيس كل بروسيس ولا لا، مرتبط ان انت بتشوف ان البروسيس دي قادر تحولها لارقام وقياسات ولا لا. فببساطه لو انت عندك شركه فانت محتاج كل قسم يقدم تقرير سواء اسبوعي او يومي او شهري بيقيس فيها كل العمليات اللي بيعملها خلال الفتره دي. يعني في قسم الماركتنج مثلا انت محتاج تكون بتقيس 4 حاجات: بتقيس الكونتنت اللي انت بتقدمه، بتقيس الادز اللي انت بتعملها، بتقيس الببلشنج اللي انت بتعمله، بتقيس المودريشن اللي انت بتعمله، وازاي ان انت قادر تهاندل الكاستمر. وعشان تقدر توصل لمعادله القياس اللي تفرق معاك وتلاقيها افكتيف وفعلا تعلي من كل بروسيس من ال4 بروسيسز دي، محتاج ان انت تستوعب مثلث القياس عامل ازاي. مثلث القياس اضلاعه 3. اول حاجه ان انت تتاكد ان البروسيس اتعدت بكل مرحله وقدرت تعمل لها تشيك ليست مناسبه ليها. تاني حاجه ان التارجت يتحول لارقام انت شغال عليه وواضح جدا، سواء ان هو يومي او اسبوعي او شهري. وفي نفس الوقت ان انت تقيس الكواليتي اللي خارجه من البروسيسز دي، فبتقيس الكواليتي بتاعتها وبتقيس هي مناسبه للقسم ده ولا لا. فلما تيجي تقيس اي قسم محتاج تشوفه من كذا زاويه. هنا بس هتقدر توصل كل قسم لمرحله الصمود، لانه ببساطه قدر ان هو يقيس كل بروسيس هو بيعملها، فبالتالي هو قادر يشوف نتائج البروسيسز دي وقادر ان هو يطلعها بشكل واضح وقادر ان هو يطورها ويكبرها. الوصول لمرحله الصمود في البيزنس محتاج ان انت تقيس كل بروسيس في كل ديبارتمنت عندك في الشركه عشان تقدر ان انت تثبت كل خطوه في البيزنس، وتقدر تثبت كل بروسيس في البيزنس، وتقدر تثبت البيزنس باضلاعه وبيلرز قويه جدا، وفي نفس الوقت تخليه محافظ على الاداء وبيطوره.